لله المحرم يستحب الصيام فيه. كذلك يحذر الإنسان من الذنوب والمعاصي، وإن كانت الذنوب والمعاصي محرمة طوال العام، لكن يزداد إثمها في الأشهر الحرم، ولهذا قال تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال العلماء أن المعصية تتضاعف في الأشهر الحرم لأنها وقعت في زمان فاضل، فتكون مغلظة في هذه الأشهر. هذا ما أحببت التنويه عليه، إن كان كنا دخلنا في عام جديد، فمرور الدهور والأيام يأخذ الإنسان العبرة والعظات، وأنه كل يوم يختلف فيه إلى الله عز وجل، ولك أن تتعجب وحق لك العجب في من يقيم حفل ميلاد إذا دار عليه العام وجاء اليوم الذي ولد فيه. مع الأسف هذه من أفعال النصارى، فإنه يخصص ذلك اليوم، يأتي بالحلويات وغير ذلك. هذا قال أهل العلم يعزى ولا يهنى، لأنه كل يوم يقترب فيه إلى الله، كل يوم تدنو فيه إلى الموت. فلو استشعر الإنسان هذا لما أقام هذه الأمور مع مرور الأيام والعبر. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. نسأله سبحانه أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.